المستشار. انت بتقول انا راجل دوله، راجل دوله يتكلم بالطريقه دي على الناس؟ ده انت ما بتقبلش في اولادك كلمه، ازاي تقبل على اولاد الناس الكلام؟ عيب الكلام يا سعاده المستشار. اتفضل يا حاج. الكلام اللي انت بتقوله ده يا سياده المستشار غلط، لان الراجل ده امام مسجد وكلها توثق فيه وبنصلي وراه، حتى هنقوم نصلي الفجر دلوقتي وهو بيصلي الامام بتاعنا. فكده غلط ان انت تقول عليه ساحر، هو مش ساحر، ولو كان هيسحر كان سحر لنفسه اتغنى يا سيدي. هتقول حاجه يا حاج؟ اتفضل يا حاج رجب، قول اي حاجه، قول يا حاج رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا رجب محمد شحاته. سياده المستشار متهمني بالباطل ان انا بسحر. انا راجل امي وراجل لا بعرف لا اسحر ولا بعرف اعمل اي حاجه، وقسما بالله العظيم مره تانية ان انا ما بعرف اعمل الحاجه ديت. واللي بيعمل الحاجه دي اصلا بيبقى راجل مشرك بالله، والاشراك بالله ده اشراك يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبقى نازع من قلبه الرحمه في الدنيا وفي الاخره. وانا راجل بنا، وانا راجل شغال بنا، عامل بايدي، عامل يعني شغال بنا، شغال ارزاقي. يعني لو تيجي حضرتك تتفرج على المعيشه بتاعتنا اللي احنا عايشينها او البيت اللي انا عايش فيه مش هترضاها انت نفسك. وسمعه ولادي، وسمعه ولادي طبعا. ده كده غلط، ده تهريج، ده كده ما ينفعش، ده تهريج، وحرام عليك لما تشوه سمعتي بالطريقه دي. ده راجل معاه عيال ومعاه اولاد ومعاه اسره، ازاي يشركوا معزل؟ ومعايا بنات ومعايا عيال برضه على وش جواز، ومعايا بنات على وش جواز. اتكلم انت، بتتكلم. حرام لما تقول عليا بالطريقه دي. انا اقسم بالله ما بعرف اعمل الحاجه دي ولا اصلا. انا كنت بحافظ قران فعلا، حافظ قران حفظ. هو ده اللي خلى الزمالك يتغلب 4-1. ما بعرفش. هو ده اللي خلى الواد امبارح ما عنديش خط ولا كان بيقلش وبيجلي. لعيبتك تعبان. وشكرا. سحر الكوره فيها سحر. كان في السودان خدت كاس العالم لو بالسحر. كان سحر. صلح فرقتك انت الاول.